يا صباح الفل. يا صباح الخير. بص بقى يا احمد، صلي على النبي. انا دلوقتي صاحيه من النوم، عندي مشاعر متلخبطه كده، عايزه اكل حمام وموزه وفراخ ولحمه ورز. الساعه 12 الظهر بس انا ما اعرفش مالي، صاحيه عايزه اكل الاكل ده قوي. بقى تنصحني على مكان حلو كده اكل فيه كل الحاجات دي مره واحده ولوحدي، محدش ياكلهم معايا. قول لي بقى اروح فين ولا اعمل ايه؟ هو مفيش غيره المتزرزر. يا احمد متزرزر ايه وبتاعي؟ بتكلم بجد والله. وانا بتكلم جد الجد. ودي هيبقى فيها كل اللي انا عايزاه يعني؟ كل اللي انت عايزاه، حمام وموزه ولحمه وفراخ وكل حاجه يعني. اطلع انت بس على حضرموت شيخ المندي وهتدعي لي. لا بدل ما كده بقى يبقى يلا على حضرموت شيخ المندي نشوف ايه المتزرزر ده. يلا بينا. وطبعا على طول رحت طالعه على حضرموت شيخ المندي عشان اعرف ايه قصه المتزرزر ده. وعايزه اقول لكم طلعت بقى فخاره من اعظم ثواني حضرموت شيخ المندي. قصه المتزرزر دي طلعت ان هو زير كل حاجه جواه متسويه على طريقه المضغوط، يعني الرز مضغوط، الزند الدوني مضغوط، والفراخ كمان في 3 فرد حمام وورق عنب، والاكل بيطلع دايب زي ما انتم شايفين كده. وعشان الصينيه متسويه بطريقه المضغوط الاكل هيفضل سخن معاكم وعالمي لحد اخر معلقه فيه. وعايزه اقول لكم ان تيست صينيه المتزرزر دي مختلفه تماما عن اي صواني بتاكلوها عند حضرموت شيخ المندي، يعني هي جديده بكل ما فيها. تيست مختلف تماما عن المندي اللي متعودين عليه في حضرموت شيخ المندي. ولا الفراخ يا جماعه وذوبانها وتتبيلتها بجد كانت عالميه. لازم تروحوا تجربوا المتزرزر لانها من اعظم اختراعات حضرموت شيخ المندي وهتعجبكم جدا، وهي كمان مناسبه جدا للشتاء اللي احنا فيه ده. يلا هستنى رايكم فيها.